المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء والمسهل كما جرت العادة بأبرز العناوين. البلاد تحتفي باليوم العالمي للصحة. أنشطة لمكافحة دودة الحشد المهاجرة في إقليم الكاشبركة. خدمات فعالة لمصنع الأطراف الصناعية في كرن. كوبا تبدع مرحلة كاسترو وتنتخب رئيسا جديدا. الاتحاد الأوروبي يحظر واردات اللحوم من البرازيل. وثوران بركان في اليابان ولا إصابات. السلام عليكم ورحمة الله. احتفت البلاد اليوم بالعشرين من إبريل يوم الصحة العالمي، ففي الحفل الذي نظم بالمناسبة في مستشفى أوروتا بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، قال المدير العام لقسم الصحة العامة بالإنابة الدكتور عند برهان تسفازين إن إريتريا تعمل لتحقيق أعمدة النظام الصحي الصادر عن منظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية العامة بربطها بالعدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن أعمدة النظام الصحي الصادر عن منظمة الصحة العالمية تشمل القيادة والإدارة وتنمية القدرات البشرية والدواء والتقانة وتمويل الخدمات الصحية، مؤكدا بأن الجهود التي جرت حتى الآن أثمرت على حصول أكثر من 60% من الشعب الإريتري على الخدمات الصحية النوعية داخل مساحة 5 كيلومترات. وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في إريتريا السيدة جوزفين نامبوزو إن ضمان الخدمات الصحية العامة يعني حصول الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية دون مصاعب، بغض النظر عن ماهيتهم وأين وكيف يعيشون، موضحة أهمية توفير الخدمات الصحية على المبدأ الأساسي لتحقيق الصحة للجميع. وذكرت بأنه في الوقت الذي يعتبر فيه نصف سكان العالم محرومين من الخدمات الصحية، فإن إريتريا تعتبر من الدول الإفريقية المشهود لها بتقديم خدمات صحية متوازنة للمواطنين، مشيدة بصفة خاصة بالنجاحات التي حققتها إريتريا للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وعربت عن ثقتها لنجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المخطط بلوغها حتى عام 2030. من جانبه أوضح ممثل صندوق الطفولة العالمي في إريتريا السيد بيير نجوم إن إريتريا من الدول العشرين التي عملت بنجاح لوصول تغطية تطعيم الأطفال لنسبة 95% وخلوها من شلل الأطفال وضمان استمرارية هذا الإنجاز، إضافة إلى جعل الطفل يتغذى من حليب الأم حتى عمر 6 أشهر، معربا عن اعتزاز المنظمة بالعمل مع إريتريا. هذا ويحتفى بالسابع من إبريل اليوم العالمي للصحة للمرة 70 على المستوى العالمي. قال مسؤول وقاية النباتات في مكتب وزارة الزراعة بإقليم الكاشبركة السيد كفلوم أدحنوم بأن أنشطة مكافحة تجري في مديرية شامبوقو منذ شهر فبراير الماضي للسيطرة على دودة الحشد الخريفية المهاجرة. وأوضح عن ظهور الدودة الخطيرة بمعدل محدود في مديريات شامبوقو وملقي وعالي القاش وبارنتو ودقة، ويقوم خبراء الزراعة بتوعية المزارعين بالتنسيق مع الإدارات ومحو المزارع المصابة وإحراقها. وتجري أنشطة السمينارات والمحاضرات التنويرية بدودة الحشد الخريفية المهاجرة في 14 مديرية بالإقليم، وقد تم محو إحراق مزارع بمساحة 132 هكتارا ظهرت فيها الدودة. وتدعو وزارة الزراعة المزارعين للقيام بالمتابعة والمراقبة المستمرة لمزارعهم، خاصة مراقبة مزارع الذرة الشامية والبحث عن الدودة فيها كي لا تكون متخفية وتظهر بعد ذلك في موسم الزراعة المطرية وتحدث الأضرار. وقيام مزارعي الذرة الشامية بحصاد مزارعهم وإحراقها سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو ظهرت فيها الدودة أو لم تظهر. كما ناشدت الوزارة الإدارات ومكاتب الجبهة الشعبية والوزارات والاتحادات والجهات الأخرى والشعب للعمل المنسق والمساهمة القوية والجادة حتى استئصال دودة الحشد الخريفية المهاجرة من البلاد. يقوم مصنع الأطراف الصناعية في مدينة كرم بتوفير الأطراف للمعاقين من خلال تطوير وتوسيع أنشطته. أوضح مدير المصنع السيد مأكلة خسته
إن الهدف الأساسي للمصنع مساعدة المعاقين لتسيير حياتهم اليومية دون معاناة، مشيرا إلى توزيع المصنع لأطراف صناعية وعكازات ودراجات دفع يدوي وأحزمة تثبيت الظهر لأكثر من 9000 معاق وصيانة عدد كبير من الأدوات. وقال إن المصنع يعمل لرفع الإنتاج وضعا في الاعتبار لمتطلبات الزبائن، داعيا الجهات المعنية للاهتمام السريع بصيانة المعدات التالفة. وأوضح المعاقون متلقو خدمات المصنع أنهم يسيرون حياتهم اليومية دون صعوبات بفضل خدمات المصنع. ويقدم مصنع الأطراف الصناعية في مدينة كرن الخدمات للمعاقين القادمين من أقاليم عنسبة والقاش بركة وشمال البحر الأحمر. يقوم سكان قرى حشيشاي وغوليا وشنغن وعدفاكاي وعدقيح ببرامج جماعية لإصحاح البيئة. وأوضح الاجتماع الذي عقد في 16 و17 من إبريل لبحث نظافة البيئة إن البرنامج يساهم في المهام الجارية للسيطرة على الأمراض الناجمة عن نقص النظافة. وقالت مدير مديرية حقات السيدة آمنة الحاج عثمان إن على القرى الأخرى القيام بمثل هذا العمل الناجح لإصحاح البيئة وضمان صحة المواطنين. وكذا مسؤول إصحاح البيئة في إقليم عنسبة الشاب تسفى قابر أكالو على أهمية البرنامج، موضحا بأن أغلب قرى إقليم عنسبة تنشط لإصحاح بيئتها. وتمكنت 33 قرية في مديرية حقات من إصحاح بيئتها حتى الآن. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. انتخبت الجمعية الوطنية أي مجلس الشعب في كوبا زعيما جديدا للبلاد خلفا للرئيس الحالي راؤول كاسترو الذي تنحى طوعا بعد عقد من الزمن في قيادة البلاد. وبدأ رئيس كوبا الجديد ميغيل دياز كانيل ولايته خلفا لراؤول كاسترو أمس الخميس، متعهدا بالدفاع عن الثورة الاشتراكية التي قادها الشقيقان كاسترو منذ عام 1959 ومؤكدا الحاجة إلى تحديث اقتصاد البلاد. درس دياز كانيل الهندسة الإلكترونية في كوبا وأمضى 30 عاما في صفوف الحزب الشيوعي، وتولى منصب وزير التعليم العالي قبل انتخابه نائبا للرئيس عام 2013. وسيحتفظ كاسترو بزعامة الحزب الحاكم لحين عقد مؤتمره العام في 2021. ووجه كاسترو انتقادات حادة للسياسات الخارجية والتجارية وسياسات الهجرة للولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. وفي واشنطن قال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة ترامب لا نية لديها لتخفيف سياستها تجاه الحكومة الكوبية. قال وزير الزراعة البرازيلي إن قرار الاتحاد الأوروبي حظر واردات اللحوم من عدة موردين برازيليين يؤثر على 30 إلى 35% من صادرات البلاد إلى الاتحاد، وسيرغم الشركات على إيجاد أسواق جديدة. ووفقا لبيان من المفوضية الأوروبية، علق الاتحاد الأوروبي يوم الخميس واردات منتجات اللحوم البرازيلية ومعظمها من الدواجن في خطوة تشمل 20 مصنعا في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية كان مرخصا لها بالتصدير إلى دول الاتحاد. وقال وزير الزراعة بليرو ماجي إن الحكومة البرازيلية ستطلب السماح لبعثة تجارية بزيارة أوروبا للتفاوض على إلغاء هذا الإجراء. وأضاف أنه من ناحية أخرى فإن الشركات البرازيلية سيتعين عليها أن تبحث عن أسواق جديدة لتحل بسرعة محل هذه الصادرات. ثار بركان في اليابان ونفث سحبا من الدخان والصخور في السماء، مما دفع السلطات إلى حظر الاقتراب منه، لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أي خسائر. ونشاط بركان إيوياما الذي تقع قمته على ارتفاع 1298 مترا في أقصى جنوب جزيرة كيوشو الرئيسية هو الأحدث في اليابان هذا العام، الذي شهد وفاة شخص واحد جراء ثوران البراكين. وجرى رفع مستوى الإنذار من بركان إيوياما من الثاني إلى الثالث على مقياس الرصد في اليابان المؤلف من 5 مستويات. وحذرت وكالة الرصاد الجوية اليابانية من احتمال أن يقذف البركان صخورا لمسافة تصل إلى كيلومترين. واليابان بها 110 براكين نشطة تراقب 47 منها
على مدار الساعة. أكملت روبوتات في سنغافورة مهمة يتوجس منها الكثير من البشر، ألا وهي تجميع قطع أثاث شركة إيكيا. وأمضى العلماء 3 أعوام وهم يبرمجون الروبوتات المؤلفة من أزرع ومقابض وأجهزة استشعار وكاميرات ثلاثية الأبعاد، والتي جمعت هيكل كرسي لإيكيا في نحو 20 دقيقة. ويقولون إن الروبوتات ستتمكن من تجميع قطعة أثاث بالكامل باستخدام كتيب إرشادات أو بتنفيذ تعليمات شفهية أو من خلال النظر إلى صورة للمنتج النهائي. وذكر أن فريق الجامعة يتطلع للعمل مع خبراء الذكاء الاصطناعي لتنقيح العملية. من الزمن بعد هزيمته بهدف دون مقابل أمام ليفانتي بهدف إيمانويل بواتينغ في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. انتهت سيداتي سادتي نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.